ربنا يتمم بخير يا ام هاني وتفرحي بولادها ان شاء الله. قومي بينا يا عيلي. يو لا ما يصحش، لازم تقعدوا وتحضروا كتب الكتاب. معلش اصلنا ما كناش عاملين حسابني. يلا بينا يا عيلي. هقوم يا نعمان، بس قبل ما امشي عندي كلمتين عايزه اقولهم عشان اخلص ضميري. خير يا أم أحمد؟ احنا يا اختي كنا جايين نخطب صفيه لابننا الاستاذ احمد، لكن خلاص بقى واضح انكم وزنتوها بالفلوس. يو كلام ايه ده يا أم أحمد؟ يا اختي ما تزعليش مني، انتوا عملتوا الصح. احنا كمان يا ام احمد ربنا هدانا للصح. يلا بينا. طب مش تستنوا على الأقل ما الأستاذ كمال يجي؟ ابقي سلمي لنا عليه. ما يصحش يا جماعة، حصلت لنا ألف بركة، مع ألف سلامة، أنست وشرفت. ما تزعلش يا احمد، بكره ربنا يرزقك باللي احسن منه، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هم اختاروا الفلوس. الناس النهارده بتبص للفلوس اللي معاك كام تساوي كام. طب والحب يابا؟ الحب ده بيجي بعدين، بيجي بالعشره، بالمعامله، بالكلمه الحلوه. المهم دلوقتي انت تركز في دروسك. الحاجه الوحيده في الدنيا اللي هتنفعك هي شغلك. ما تشغل مخك يا اخي. فين مشاريعك؟ مشاريع ايه يابا؟ يلا مشاريعك بتاعت زمان. يلا يا احمد انت مخك نور، شغل مخك وانت تبقى غني. غني ازاي بس يابا وانا كل اللي اقدر اعمله ان اشتغل مدرس تاريخ؟ مدرس ايه؟ يبقى عمرك ما هتبقى غني. بالك انت الراجل اللي خد منك صفية دي خدها ليه؟ لانه تاجر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليه الصلاة والسلام، بيقول لك ان في التجارة 19 رزق. فكر في الكلام ده، فكر فيه. وطبعا راحت منك صفية زي ما راحت مريم قبل كده. ايوه بس اثرت فيا قوي الحادثه دي. عملت ايه؟ قررت ان انا ما بقاش مدرس. ايوه قررت ان انا ادرس تاريخ وادرس كمان حقوق بالانتساب. عبد الواحد شجعني على كده. الله. طب وهاني كان موقفه ايه؟ ساب الشقه واتقطعت اخباره عني. ايوه ابوه شاف له الواسطه ونقله المدينه، وخدت انا الاوضه لوحدي وبقيت اذاكر في الاداب والحقوق في نفس الوقت. بس كان صعب عليك جدا، بس انا ما كنتش عايز ادي نفسي فرصه افكر في اي حاجه تانية، عشان كده غرقت في المذاكره لشوشتي. وعجبتني قوي دراسه الحقوق. ايه اللي عجبك فيها؟ اكتشفت ان دراسه الحقوق هي دراسه للحياه من اوسع ابوابها، وانا كنت محتاج قوي اعرف الحياه اكتر وادرسها اكتر.
في دراسة الحقوق يا أحمد إنك تطلع على القوانين اللي بتحكم البلد في كل النواحي، الجنائي والدولي وقانون العقوبات. معاك حق يا ابو واحد، بس انا اللي لفت نظري في دراسه الحقوق حاجه تانية خالص. إيه هي؟ الماليه العامه، ده اكتر علم لافت نظري. اشمعنى؟ لانه بيتكلم عن السياسه الماليه للدوله، الموارد الماليه وتنظيمها وطرق انفاقها. أنت غريب قوي يا أحمد. اللي بيدرس الحقوق ده بيدرسها علشان يطلع وكيل نيابة، قاضي، محامي. إنما أنت بتدرسها ليه؟ انا بدرسها عشان اطلع مخطط مالي. بس مفيش وظيفة اسمها مخطط مالي. اكيد فيها يا ابو واحد بس احنا ما نعرفش. المهم إنك تكون حابب دراسة الحقوق. لا حبيبها جدا. طيب يلا قوم بينا بقى علشان أنا عازمك على السيمة. سيمي؟ ايوه، في فيلم جديد لمارلون براندو، انما ايه هيعجبك قوي. قوم يا راجل خلينا نريح شويه من المذاكره، اني هقوم اغير هدومي. سبحان مغير الاحوال. مبروك يا احمد عربي، نجحت. بارك فيك يا راجل بجد. شوف يوم النتيجة ما ظهرت جريت على آداب، لقيت نفسي ناجح بمقبول. حمدت ربنا وجريت على حقوق أشوف النتيجة. يا ابو واحد. فيلم جديد. احمد ازيك يا احمد؟ الف 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 مبروك، انت نجحت بجيد ضمن 20 نفر بس هم اللي جايبين جيد في الدفعه كلها، مع انك منتسب يا اخي. الحمد لله. المهم قول لي انت عملت ايه؟ يا راجل ما تعتلش همي، انا شلت 3 مواد كده هدرس فيهم السنه الجايه ان شاء الله. يعني سقطت؟ يا راجل بقول لك ايه، غاده صاحبتي وزميلتنا في الدفعه وبتشوف معايا كل الافلام. اهلا وسهلا. احمد زميلنا. بقول لك ايه، احنا رايحين السينما في فيلم جديد لممثل اسمه روك هودسون، انما هيعجبك قوي يا اخي. اتغير كتير عبد الواحد، زي ما يكون خرج من الأم اللي كان حابس نفسه فيه، بقى يعرف بنات ويخش السينما. سنة 64 خلصت آداب وتعينت مدرس في مدرسة دمياط الإعدادية. بعديها بسنة اتنقلت ثانوي. طب ما فيش حاجة مهمة حصلت في الفترة دي؟ أبدا، كل اللي فاكره إن أنا كنت مجتهد جدا في المذاكرة وفي الشغل، لكن اضطريت إن أنا آخد سنة أجازة من الامتحانات بسبب الشغل، وده اللي خلاني أخدت ليسانس الحقوق سنة الهزيمة 5 يونيو سنة 67. ده تاريخ مهم جدا جدا، بس أنا الحقيقة مش هقدر أتكلم عليه لأني خلاص شطبت. تحب تقوم تستريح شوية؟ أيوه، أنت مش ناوية تنامي ولا حاجة؟ عاوزني أوصلك ولا إيه؟ لا أنا بسأل عليكي. خليني أنا هتمشى وبعد كده هطلع. طيب هشوفك بالليل. سلام. مع السلامة. كنت عارفة إني هلاقيك هنا. كل ده بتعملوا ايه؟ كل ده غدا بتعملوا ايه بالظبط؟ تعالى تعالى بس. ايه بقى؟ فيك من يكتم السر؟ في بير. اصل بابا يا سيدي بيحكي لي عن مذكراته. بيحكي لك عن مذكراته؟ اشمعنى؟ اشمعنى ايه؟ يعني ايه الحكمه من كده؟ بالنسبه لي انا هي فرصه اني اعرفه هو شخصيا، دي من ناحيه. الناحيه التانيه بقى اني عايزه اعرف تاريخ بلدي القريب ومن واحد عاشه بالفعل. وهتستفيدي ايه من كل ده؟ نفسي اطلع كتاب. مذكرات يعني؟ هي البلد ناقصه مذكرات؟ كل واحد دلوقتي بيكتب مذكراته. لو سمحت يا حاتم مش عايزه تهريج.
والله العظيم يا ريم انا ما بهرجش، انا بتكلم بجد. كميه المذكرات اللي بيكتبها الجيل ده بقت حاجه تلخبط. ومين قال لك اصلا ان انا هطلعه كتاب مذكرات؟ مش انت بتقولي ان هو بيحكي لك مذكراته؟ ايوه هو بيحكي لي وانا بسجلها، لكن ايه بقى اللي هيطلع دي حاجه تانية خالص. حاجه تانية؟ يعني هتطلعيه ايه؟ من غير تهريج. من غير تهريج. روايه. بجد؟ ايوه امال انا بعمل كل ده ليه؟ يعني احنا قريب هنقرا روايه بقلم ريم العربي. شفت اديك اتريقت اهو. طب والله لو اتريقت تاني لا اسيبك واطلع. يا ست انا ما بتريقش ولا حاجه، انت اللي بتحكي لي وانا اللي بسمع منك. ده اللي انا بحلم بيه طول عمري. انا جمعت ماده خام، بس امتى بقى وازاي هتطلع دي محتاجه شغل كتير قوي، وممكن تاخد سنين من عمري. سنين من عمرك؟ طب وانا يا ريم؟ انت ايه؟ انا فين من مشروعاتك دي كلها؟ ريم انا انت ايه يا حاتم؟ انا ريم انا جهزت دراسه مبدئيه لبابا، يا ريت تبقى تعرضيها عليه. اوكي هعرضها عليه، بس انت ما كنتش عايز تقول حاجه تانية؟ حاجه تانية زي ايه؟ مش عارفه، شكلك كده كنت عايز تقول حاجه. ريم انتوا قاعدين معانا هنا شويه؟ اه لسه قاعدين شويه. طيب حس كده هقولها لك بعدين. خلاص اوكي، يلا باي. باي. غبي. يوم النتيجة ما ظهرت جريت على آداب، لقيت نفسي ناجح بمقبول. حمدت ربنا وجريت. كان موقف مؤثر. ما كنتش أعرف إنهم بيحبوني قوي كده، ولا كنت أعرف إني مهم بالنسبة لهم للدرجة دي. كنت أول مرة أبعد عنهم، أول مرة أبات بره البيت. في المدينة لقيت عالم تاني خالص، الحياة فيها مختلفة عن القرية اللي... الو. ايوه يا بابا. لا 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 انا ما نمتش خالص. طب خلاص اوكي. فين؟ طب اوكي انا نازله لك حالا. يلا باي باي. احنا كنا وصلنا لغايه فين؟ لغايه يا سيدي لما خدت ليسانس الحقوق قبل حرب 67. انا خلصت الامتحان قبل الحرب، لكن النتيجه طلعت بعد كده، وده كان اول نجاح في حياتي لا ليه طعم ولا ليه فرحه. اه طبعا لان البلد كانت جريحه. واي جرح. ما كفايه كده النهارده. يا بابا احنا لسه عملنا حاجه؟ ده احنا حتى لسه ما بدأناش. لا انا قصدي اقول كفايه الموضوع ده كله. لا يا دوك ما ينفعش. اصل اللي جاي صعب قوي، هو جزء منك وجزء سخيف كمان، جزء سخيف من تاريخ مصر وتاريخ العرب كلهم. طب يلا بقى معلش احكي لي. ابتدى القلق والتوتر والشحن المعنوي من ساعة ما جمال عبد الناصر سحب قوات الطوارئ الدولية وقفل خليج العقبة. محمود أخويا كان خلص الجيش بتاعه من حوالي سنة، لكن في الأيام دي جاله استدعاء يرجع الجيش تاني، وصالح كان بيدرس في الجامعة وأنا كنت عامل تأجيل. خلاص يا محمود. ايوه يابا، خلاص اهو. اللي هو انت لازم تسلم نفسك ايه؟ اي وقت قبل الساعه 12 بالليل. الحكايه باينها فيها حرب يا ابو احمد. ما افتكرش. إسرائيل مش هتتجرأ، وأمريكا مش هتسيب، ولا روسيا. وحتى لو حرب هيعملوا ايه يعني؟ يبقى دبور وزن على خراب عشه.
سبق وهزمونا في 48 و56. في 48 انهزمنا بسبب الاسلحه الفاسده، وفي 56 احنا اللي انتصرنا. انت بتجيب الكلام ده منين يا احمد؟ في 56 اتهزمنا عسكريا وانتصرنا سياسيا. يا اخي انا مش عارف انت ازاي في منظمه الشباب وبتتكلم الكلام الانهزامي ده يا اخي. وبعدين يا اولاد انتوا هتتشكلوا؟ هتوصل اخوك يا احمد ولا اوصله اني؟ ايوه يابا انا هوصله. يلا يا محمود. مع السلامه يا عم. ما تشيليش هم يا عم، ان شاء الله هجيب لك طرحه من تل ابيب، بس بعد ما نلبسه وتروح. مع السلامة يا حبيبي، مع السلامة. خد يا ضناي. استنى، خد دي يمكن تحتاج. معايا يابا. يلا يلا يا ابني، يلا يلا. مع السلامة، مع السلامة يا كبدي. سافر محمود من البلد يوم 2 يونيو. شحنوه على الجبهة هو وآلاف غيره. الجو في بيتنا كان كئيب، لكن الأغاني الحماسية والبيانات العسكرية كانت بتخفف علينا شوية وبتعمل توازن لغاية لما جه يوم 5 يونيو. وبعدها لك يا امي. انت لسه بتعيطي؟ لا ابدا، مفيش حاجة يا احمد. يا وليه يا وليه ما تخافيش، لو دخلنا معاهم الحرب هنكسرها. ربنا يستر يا ابني. كله يسكت، في بيان هام يا اخواني. في الساعة 9 من صباح اليوم بدأ العدو الإسرائيلي هجوما بريا وجويا واسع النطاق على الجمهورية العربية المتحدة والقاهرة، وقد تصدت قواتنا للغارات الجوية وتم إسقاط 23 طائرة للعدو. الله اكبر، الله اكبر. مش قلت لك يامه؟ مش قلت لك كلها كام ساعه ورجالات يخشوا تل ابيب ذات نفسها؟ يستر يا رب. حق حبيبك المصطفى. اتذاعت بيانات من الإذاعة إننا وقعنا أكتر من 100 طيارة للعدو، وإن الأردن وقعت حوالي 30 طيارة، وإنها ابتدت تضرب حوالين تل أبيب. وده طبعا كلام غير صحيح. للأسف ما كانش فيه أي حاجة صح. طب ليه كده يا بابا؟ اللي سمعناه بعد كده إن الطيارات الإسرائيلية كانت شايلة معاها تنكات بنزين احتياطي، كل ما يخلص البنزين اللي هي شايلاه ترميه، وإحنا نفرح نفتكر إن التنكات دي طيارات وبنضرب عليها ونوقعها، وأجهزة الإعلام تطنطن وتصرخ. وتاني يوم من الحرب سمعنا صوت مذيع النشرة في الإذاعة يوجه نداء بالانسحاب. في الوقت الذي بدأت فيه إسرائيل عدوانها على الجمهورية العربية المتحدة وضرب المطارات المصرية في القاهرة، كان مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة يدعي بأن الجمهورية العربية المتحدة قد بدأت العدوان، ونحن نوجه نداء إلى قواتنا في سيناء بالانسحاب والعودة للمواقع الأمامية حتى لا تحاول إسرائيل خداع يعني ايه علينا نبقى انسحاب من خلال الراديو؟ الأحداث ده كمان مفيش اتصال بيننا وبينهم. معنى كده ان جيش البزع في سينا. اخيرا فهمت. اسكت اسكت يا اخي انت كمان. انا اللي كمان ولا انت مش عايز تسيبني؟ كفاية يا ولد، انت وهو وجعتوا قلبي، لا هيوجع قلبكم. لا حول ولا
يعني خلاص؟ الظاهر كده يا عقيلي. قومي نام انتي. انام وابني يا محمود. يا علي يا محمود. يا علي يا وليه، يا علي يا وليه، بيقول لك بيضربوا الطيارات، مال ابنك بس ومال الطيارات. استهدي بالله استهدي بالله. ومحمود يا ابو احمد بكره تلاقيه داخلك يا ام احمد. هو لوحده هناك؟ ما كل شباب البلد معاه. ربنا معاهم ربنا معاهم. تعالي استهدي بالله. تعالي تعالي نامي تعالي نامي. عارفة لما يبقى في حالة اكتئاب عام عند شعب بحاله، شعب بحاله مكتئب، ناس ماشية في الشوارع تايهة، مضروبة ضربة مفاجئة على دماغها غير متوقعة. الناس وأنا منهم كان عندهم أمل إن يكون كل ده كابوس وهنصحى منه. هيجي عبد الناصر ويزيحه. مش ممكن عبد الناصر يسيبنا كده، لازم يطل علينا ويكذب كل اللي بيتقال ده. لغاية لما ذاع الراديو خبر إن رئيس الجمهورية هيخطب الساعة 7 بالليل. مش قلت لكم انه هيتكلم ويكذب كل الكلام ده؟ يعني هو كلام الريس هيغير الهزيمه؟ اسكت يا صالح. اسكت انت. اسكت يا ولا احسن لك. يعني هتعمل ايه يعني؟ بس بقى ارحموني، حرام عليكم دماغي. يا دماغي هتنفجر يا ناس. يا ترى اعمل ايه يا محمود يا ابني دلوقتي؟ قبل الساعة 9 كانت القهوة الوحيدة في البلد اتملت ناس، كل واحد عايز يشوف الرئيس ويسمعه. كلهم كانت عندهم رغبة واحدة، إنه يكذب كل اللي سمعوه ويقول إننا ما اتهزمناش. أننا جميعا نستطيع وفي مدة قصيرة أن نجتاز موقفنا الصعب، وإن كنا نحتاج في ذلك إلى كثير من الصبر والحكمة والشجاعة الأدبية ومقدرة العمل المتفانية. لكننا أيها الإخوة نحتاج قبل ذلك إلى نظرة على ما وقع، لكي نتتبع التطورات وخط سيرها في وصولها إلى ما وصلت إليه. وأقول لكم بصدق وبرغم أية عوامل قد أكون بنيت عليها موقفي في الأزمة، فإنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها، ولقد اتخذت قراراً أريدكم جميعاً أن تساعدوني عليه. لقد قررت أن أتنحى تماماً ونهائياً عن أي منصب رسمي. هتسيبنا وتروح فين بس يا ريس؟ وأي دور هتسيبنا سياسي، والمركب بتغرق؟ لا، وأن أعود إلى صفوف الجماهير. هنحارب أؤدي واجبي مع قوى الاستعمار. رفضوا الموت وباتت مصر كلها في الشارع ليلتها، لغاية لما طلع تاني يوم السادات وقال إن عبد الناصر رجع نزولاً على رغبة الجماهير. تعبت. أيوه، ما تيجي نشرب حاجة؟ يلا. عوني. ايوه يا عوني. سهير، ازيك يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ اهلا يا سهير.
اخبارك ايه يا حبيبتي؟ واخبار جوزك؟ خرج من المستشفى؟ الحمد لله. وهتيجوا امتى؟ طب يا حبيبتي تيجوا بالسلامة ان شاء الله. لا احنا كويسين قوي. بابا، لا بابا كويس في الشغل. لا لسه في الشغل، ما انتي عارفاه يا حبيبتي. تيجوا بالسلامة ان شاء الله. مع السلامة. محمد رسول الله. الحمد لله ما عرفتش حاجة عن غياب باباكي. ماهر ما اتصلش يعني؟ ما هو قالك هيعمل اللازم. ايوه اللازم اللي هو ايه؟ ما انا لازم اعرف. بكرة يا ستي هيقولك على كل حاجة. عوني كمان ما اتصلش. مين اللي كان بيتكلم؟ اختك سهير. وجوزها اخباره ايه؟ الحمد لله خرج من المستشفى. هيتفسحوا كام يوم وبعدين يجوا. طب وليه ما ندهتيش عليا عشان اكلمها؟ تكلميها؟ تقولي لها ايه؟ كنت عاوزاها تجيب لي معاها حاجه وهي جايه. على العموم مش مشكله، انا هبقى اطلبها. مش هي لسه برضو قاعده في الاوتيل؟ انا هلكت من المذاكره، مش هتعشونا بقى؟ شربنا وعملنا ريفرشمنت، نشتغل بقى؟ نشتغل بقى. عمي محمود رجع ازاي من سينا؟ يا ريم، كانت ليلة صعبة قوي عمري ما هنساها. في ايه يا راد؟ بيقولوا مسكوا واحد اسرائيلي في الوسعات. اسرائيلي؟ راح فين يا احمد؟ هروح يابا اشوف في ايه. ما تقعد يا دودكين. حول ولا قوة الا بالله. خش يا عيلي. سلموني العمدي. عمدة مين يابا؟ احنا نخلص عليه احسن. في يا جمعه؟ واحد اسرائيلي شايل سلاح مش عايز ينطق. حسب. محمود مين؟ ده اخويا يا ظلمه، ده اخويا. ابعد انت وهو، ابعدوا هتاخدوه خلوه يتنفس. سيب معايا يا صالح. محمود ابني، محمود يا حبيبي، قلب امك يا دناي، قلب امك يا محمود. ضاعت منه كل حاجة ما عدا سلاحه. ايده ماتت عليه. محمود يا ابني، رد عليا يا حبيبي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. رد عليا يا حبيبي. محمود يا ابني. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اشرب يا محمود، دي ميه بسكر، ما تخافش محدش هياخدها منك. خد من اختك يا محمود، خد يا حبيبي. خرجت من الأوضة وأخدت ركن
قعدت ابكي، قعدت ابكي بمراره. ما افتكرش ان انا بكيت قبل كده ولا بعد كده بالشكل ده ابدا. كنت ببكي كل حاجه، الامل والحلم والوجود كله. كانت ايام صعبه قوي يا ريم. وبعدها بدأ الاستعداد للحرب. تعب قوي. كل ما بفتكر الايام دي ما بقدرش استحمل حتى الذكرى. طب يلا نطلع، يلا تعكز عليا، يلا. انا هقوم انام بقى. ده اكيد ماهر. ترى زبون عمر. مساء الخير. مساء مساء النور. ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي؟ الله، ده الكلام صح بقى. كلام ايه؟ الكلام اللي سمعته. انت بتعملي ايه هنا رانيا؟ وكالة الأنباء اشتغلت. ضحت لك يا عمر. لا دي رانيا جايه تزورنا وهتقعد معانا يومين. لا يا عمر، انا اللي كلمت ضحى في التليفون وقلت لها ان انا هتطلق وهاجي اقعد هنا مع ماما على طول. في 60 داهيه. استنى بس يا عمر، ما تنفعلش. هو بالعافيه يا ناس. الراجل باع نصيبه وخد الفلوس. هي تماحيك بقى. ما ابوه خد الفلوس كلها، مش راضي يديله حاجه. هو حر مع ابوه، يقرفنا هنا ليه بقى؟ عمر اتكلم على قدك. يعني ايه اتكلم على قد يا رانيا؟ يعني الكلام ده كلام كبار، لما تبقى كبير ابقى اتكلم. انا قلت لماما على اللي عندي وهي هتبقى تتصرف. هي ايه الحكايه يا جماعه؟ مش تفهمونا؟ مفيش حاجه يا ولاد. يلا يلا روحوا ناموا. ننام ازاي يا ماما؟ لا بجد يا ماما، هو في ايه؟ ورانيا قالت ايه لحضرتك؟ قلت مفيش حاجه. اخوك ماهر هو الكبير وهو اللي هيتصرف. اتفضل روحوا ناموا. يلا وانت كمان يلا روح نام، سيبوني لوحدي. يلا ايه ده؟ عايزه اقعد لوحدي. بابا وانا امبارح براجع الشغل لقيت حضرتك ناسي حته مهمه جدا. ايه هي؟ علاقتك بماما. انا عاوز اعرف ازاي شفتها وعرفتها ازاي. انتي مش ملاحظه ان صابر مش ظاهر بقاله يومين؟ والله ده احنا نسيناه خالص. يكونش فاكرني مع بتوع الايروبكس. انا دلوقتي هروح اشوفهولك فين، بس المهم بقى قولي عرفت ماما ازاي؟ كانت مدرسه معايا في نفس المدرسه. كانت هادية جدا وفي حالها، ملهاش دعوة بالصراعات اللي دايرة حواليها في حاجات هايفة. حبيتها؟ استريحت لها، عجبني هدوءها وحالة السلام المدهشة اللي هي عايشة فيها. وبعدين؟ ولا قبلين
السنه اللي بعديها اتنقلت مدرسه دمياط الثانويه. معرفش ليه اول لما استلمت قرار النقل كنت مصمم ان انا اقول لها. دورت عليها في كل حته. طيب روحوا انتوا بقى. مساء الخير. مساء النور. انا جاي امر نقل. امر نقل فين؟ هسيب المدرسه هنا وهروح المدرسه الثانويه. مبروك. الله يبارك فيكي. مش عارف ليه انا حبيت اقول لك ان انا مش هاجي المدرسه هنا تاني. ما هي نفس المدرسة بس الجناح التاني. اه أنا افتكرتهم نقلوك جنب بلدك في بورسعيد. مش تعرفي بلدنا؟ اكتشفت انها عارفه كل حاجه عني، مع اني كنت فاهم غير كده خالص وما كانش باين عليها. سعيدة بقى. انتي ساكنه بعيد عني؟ قريب مش بعيد. ممكن اوصلك؟ ممكن. كفايه كده، انت وصلتني لحد البيت. اهو ده بيتنا، واللي جنبيها دي الدكانة بتاعت بابا. ما تيجي اعرفك على بابا وتتغدى معانا بالمرة. لا متشكر جدا. استأذنك انا. مع السلامة. توكل على الله يا احمد، ناس كويسين قوي. سألت عليهم كويس يا ابو احمد؟ ايوه، ابوها راجل طيب، ناظر ابتدائي، عنده مكتبه صغيره كده بيبيع فيها كراريس واقلام. راجل طيب وبتاع ربنا. طب الحمد لله. وطلباتهم؟ قد ما هندفع مهر هيشوروا واكتر شويه زياده. الراجل ما عندوش غيرها، يعني مش هيبخل عليه. هما بس ليهم طلب واحد،